بفضلك مولانا سهل علينا إليك من طغى والجبار علينا بفضلك مولانا سهل علينا إليك من طغى والجبار علينا بفضلك مولانا سهل علينا إليك من طغى والجبار علينا بفضلك مولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا يرد دعاء السائل إذا سأله وهو موقن بالإجابة. فيا رب الأرباب ويا من إذا دعي استجاب إنك أمرتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم أن نقف بجانب المؤمن وأن ننصره إذا ظلم. فهؤلاء إخوتنا السوريون قد ظلموا. اللهم يا ربي لقد هتكت أعراضهم وسفكت دماؤهم ورملت نساؤهم ويتمت أطفالهم وأنت عالم بذلك. فإذا كان هذا الطاغية الجبار قد أخرج كل ما لديه من الأسلحة فإنه يغفل عن أكبر سلاح على وجه الأرض وهو الدعاء. فها نحن واقفون في هذا الشهر المبارك من أشهر الحرم من ذي القعدة نسأل الله ونرفع أكف الضراعة إليه أن يهلك بشار كما أهلك قائد وحاكم تونس ومصر وليبيا. اللهم أرنا فيه عظائم قدرتك. اللهم يا رب إنك أخبرتنا على لسان نبيك أن المظلوم لا ترد دعوته والشعوب العربية مظلومة وهي ترفع أكف الضراعة إليك لتقول لك يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم دمر بشار تدميرا. اللهم أرنا فيه عشائب قدرتك. اللهم إنه لا يعجزك ولا يساوي جناح بعوضة فإنك يا رب تمهل ولا تهمل. اللهم فانتقم منه شر انتقام. اللهم فانتقم منه شر انتقام. اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واجعلها ساعة إنابة. خذ بأيدينا في المضايق واكشف لنا وجوه الحقائق حتى نعلم أن لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي حضر في هذا المجلس هذا وحضر في هذه الوقفة هذه الله يكتب لي هذا الشيء هذا غدا يوم القيامة بأنه نصر خوتو السوريين ووقف بالجانب ديالهم على الأقل ردد شعارات وطلب الله عز وجل عسى أن تكون هذه الدعوة قنبلة متجهة في هذه الليلة المباركة لهذا الجبار ولكل جبار على وجه الأرض. اللهم اجعلها ساعة إجابة واجعلها ساعة إنابة بحق وبركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون